اخواتي بقى صلوا كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي اتطلب مني 4 ميلك تشيك لوتس، حاجه كده عظمه قوي. تعالى ما اقول لكم بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب جالون الايس كريم الفانيليا، وهناخد على كل كوبايه من كوبايه الميلك تشيك لوتس هناخد معلقتين من ايس كريم الفانيليا، يعني معلقتين بولتين كده على كل كوبايه. يعني حاطين على كل كوبايه كده 2 ايس كريم من الفانيليا. تمام قوي، يعني بس يكونوا مليانين كده. بعد كده هنقوم جايبين زبدة اللوتس، وهننزل بزبدة اللوتس كده زي ما انتوا شايفين 3 معالق كده كبار من زبدة اللوتس، او 4 معالق. يعني احنا حطينا كده 4 معالق زبدة لوتس. طبعا زبدة اللوتس مع الايس كريم بتدي كده فليفر ونكهة عظمة عظمة يعني. بعد كده هنقوم نازلين كده ببسكوت اللوتس، ومش شرط، ممكن بسكوت لوتس يعني. لو مش متاح في البيت مثلا ممكن نستخدم اي نوع بسكوت احنا حابينه يعني. تمام. بعد كده هنقوم نازلين بكوباية ونص من اللبن، يعني كوباية ونص من اللبن. ولو حسينا كده ان هو لا لسه محتاج لبن والايس كريم ما بيجريش كده في الخلاط، ممكن نزود سنة سنة علشان يدينا بس القوام اللي انا هوريهولكوا دلوقتي. يعني لو جالنا ضيوف ولا اطفالنا ولا حبايبنا، نقدر نعمل لهم المشروب ده بمنتهى السهولة يعني. هننزل بقى كده ب4 كوبايات شفاف، وهنجرنش صوص الكراميل. ولو ما فيش صوص كراميل مش مشكلة، يعني ده للتزيين يعني. وهنقوم نازلين كده على اول كوبايه بميلك تشيك اللوتس، وزي ما انتم شايفين نازل تقيل اهو. هو ده المطلوب يعني، ما يطلعش خفيف. اهم حاجه ان هو يطلع كده مدينا القوام المظبوط علشان يدينا الطعم الاصلي للميلك تشيك لوتس يعني. وده اللي بيتعمل في المحلات بنفس الطريقه. طبعا هنقوم نازلين كده من فوق الوش ببسكوت اللوتس. طبعا ممكن نعمله في البيت بمنتهى السهوله، مش محتاج يعني، مش هيكلفنا زي بره. يعني لو بره بنشربه مثلا ب60 وب70 جنيه، وده متاح يعني، وده ما يعني، وده السعر النهائي للميلك تشيك لوتس. احنا ممكن نعمله في البيت، ما يعني ممكن ما يكلفناش نص المبلغ او ربعه كمان. يعني ممكن يكلفنا 15 جنيه او 20 جنيه، وهو بيتعمل بره اصلا ب60 وب70 جنيه. تمام. نزلنا كده بصوص الكراميل زي ما انتم شايفين، وهنغطي بقى، والف هنا وشفا. بس خلاص.